يعتبر اللولو أحد اللولو ولا اللؤلؤ؟ تبي تنطقها باللغة العربية الفصحى؟ اللغة هذا مش يعتبر اللغة. لا هذا مش اللغة. يعتبر اللولو أحد أهم المصوغات المهمة في زينة المرأة الخليجية، وتزينت فيه لسنوات طويلة، وتفنن الصاغة في إبداع أشكال مختلفة من أساور وسلاسل أو حلق أو حتى قبعة للرأس خاصة بالزواجات. لكن كيف يعرفها؟ كيف نجيبها؟ كيف؟ دفعة اللي لازم تعرف أكثر عن تاريخها وتراثها، ونروح للأستاذ عبد العزيز بن نصيب، أحد الغواصين لاستخراج اللؤلؤ الطبيعي في مملكة البحرين الحبيبة. نمسيك بالخير. يا هلا. نمسيكم بالنور والسرور، مشكورين على حسن الضيافة. حياك الله. أستاذ عبد العزيز، يعني نبي نعرف باللولو وأشهر أنواعه وشنو الدارج عندنا بالخليج لدفعة التسعينات. افضل جودات من المحار مسماه بيكتادر دياتا. حلو. اللي هو وهذه يتواجد الاكثر يتواجد في مناطقنا احنا الخليج كعامه. اكثر الاستخدامات الاساور والنكلس. الاساور والنكلس. والحين الوقت الحالي الحين هابين بشنو العقود الناعمه، اللباسات اليوميه. اشوف في طلب فيهم كثير، هاي وايد طلب، بالذات السعوديه ترى. اي لا انا يعني فعلا وكأن تراث اعيد احياءه. الكل الحين يبي يشتري لولو، يا فتره الكل يبي صاغه من الذهب، الحين ردينا للولو. انا بما اني طبعا رجل يعني وغشيم بسوالف الحريم، كنت بسألك، للحين يستخدمون اللولو في الاستخدامات اليوميه؟ قام يزيد اكثر، جزره شويه خفض من قيمه اللؤلؤ الطبيعي. انا جيتك في المحل مثلا وابي اشتري لولو، شلون اعرف افرق انه هذا طبيعي وهذا صناعي؟ انت بكونك مو بغواصه وما لك في ذي المجال ما راح تفرقين. هذا شو اسمه اليابانيين بلشوا فيه. اي هم اول ناس طيحوا السوق موليه. نعم. صار المستزرع بكثره، والناس راحت حق المستزرع بحكم انه هو ارخص. فتره اكتشفوا ان المستزرع ما منه فائده، ردوا رجعوا الان كله رجعت حق شنو؟ حق الطبيعي. هو طريقته طريقه علميه، فليش ما يحافظ على نفس الجوده نفس الطبيعي؟ ما يحافظ لأنه في تدخل من البشر. شيء لا إله إلا الله، يعني يفرق بسبب التدخل البشري. تدخل البشر يفرق سبحان الله. شفت لكم فيديو، يعطيكم العافية بصراحة، وشكرا لنشر هذه الثقافة. محتواهم مميز مرة جميل. ما الأسماء المتعارف عليها باللولو؟ طيب المسميات في مسميات أحجام، في مسميات أشكال. تبتدي من تحت من الأصغر اللي هي تبتدي الخاكة، البوكة، سحتيتة، بعد تي القماشه. عشان اقول لك انا ما اعرف تنطقهم. لولو قماشه. في بعض المسميات ترى مسميات حريم. نعم. نساء. يعني خالتي قماشه سموها على يعني على اسم لولو. نعم على مسمى اللولو وليس العكس. عاد ملقوفه هي. الكويت ويا البحرين كانوا اكثر تزاولهم اكثر من المهنه مع بعضهم، والتداول والبيع والشراء. تجارة اللولو كان الكويت ويا البحرين كانوا يتداولون يا بعضهم أكثر شيء. حلو. الخليج كامل بس الأكثرية كان الكويت. بعد القماشة تي الرابعة اللي هو رويبعة. بعد الرويبعة تي ذيل. بعدها تي بطن. بعدها تي راس. بعدها يجي أعوذ بالله من الشيطان اللي هو معدة. الحصبة مستوحى من اسم حصة. ايه. وبعدها تجي الدانة. هذا احنا. وانا هنا يجي سؤالي، احنا عندنا الدانة، لكن السؤال دانتنا مصنعة ولا طبيعية؟ طبيعي غصب عنك. خلينا اعرف شلون يوزن الوزن. التداول عندنا احنا في مسميات لها، وهذه بتكون صعبة لما بشرحها. هذه اللي عندنا احنا والمعلومات اللي عندنا جات من بعد الله من عندهم. هل في مراكز إن كان في البحرين أو في الخليج بشكل عام تعلم على الغوص لاستخراج المحار مثلا؟ ما في تقريبا الحين مثل التعلوم أو مثلا محاضرات. في شهايد تنعطى، هذه الشهايد حق البحارة اللي حاب مثل أي واحد حاب يدش في ذي المجال.
في جهه مختصه حكوميه تروحين وتقدمين ويعطونك الاوراق ويعطونك موعد فيدخلونك بعدها على ضوءها معلومات، يعطونك المعلومات من الف الى الياء المحاره حق يعطونك رخصه المحار. شو اللون اللي تحسون انه هو الاكثر يعني طلبا في الخليج مثلا؟ افضل الوان هم لونين. واحد القلابي والثاني المشير. هاي يصير اللون القزقزح كامل فيه الالوان، اللون الصدفي الملون اللي تقلبينه. ايوه حلو اوكي. اللون المشير ابيض في صقعه من الاحمر او الوردي. اللونين من افضل واجود واغلى الانواع ما شاء الله. طيب وطبعا الالوان طبعا في جميع الالوان موجوده، جميع الوان الطيف موجوده في اللؤلؤ الطبيعي. ليش اللولو في البحرين او في الكويت، في الخليج عموما بس يمكن البحرين هي الاكثر شهره، ليش اللولو عندكم هو الاكثر جوده والاكثر طلبا؟ وحتى تجاره اللولو اول كانت تنطلق من موانئ البحرين. واطلق على اللؤلؤ البحريني انه اجود انواع اللؤلؤ، لا، هذه في جهات معنيه خارج البحرين، من بريطانيا من المانيا. نعم. هم المختصين في هذه الامور، هم اللي قيموا افضل جوده لؤلؤ في العالم. شده المياه المالحه وفي كان منطقه معينه كانت في انذاك في البحرين كان فيها مياه عذبه. الله يعطيك العافيه. وصلنا طبعا اكيد لختام لقائنا، وبالمناسبه مع قرب العيد الوطني البحريني، وانتم بخير وصحه وسلامه، والله يدوم الامن والامان. اللهم امين، ونفرح معاكم اخوان وحبايب. حبايب ان شاء الله دوم، واشكركم على حسن الضيافه. والله يدوم الامن والامان ان شاء الله في السعوديه، والسعوديه والبحرين واحد، والخليج عامه واحد. اكيد كلنا شكراً. اهل. شكرا الله يحفظك. شكرا لك الاستاذ عبد العزيز بن نصيب، غواص لاستخراج اللؤلؤ الطبيعي. شكرا لك. العفو.